بيبدأ الفيلم بسفينة أشباح بتبحر في الكاريبي في الثمانينات، وبنشوف إن السفينة قديمة ومليانة صدى وبتشتغل لوحدها، وبنسمع في الأبواق الداخلية للسفينة أصوات بلغة ألمانية بأنه تم تحديد مكان العدو. وبنشوف قدامها سفينة سياحية حديثة وبيقودها القبطان أشلاند، وبتبقى دي رحلته الأخيرة، وهيسيب بعدها مكانه للمساعد بتاعه مارشال اللي بيطلب منه انهم ينضموا لحفلة الركاب اللي على السفينة. وفي الحفلة بنشوف ضابط السفينة نيك وهو بيرحب بمارجريت زوجة مارشال واطفاله بين وروبن، وبيقول لهم ان باباهم هيبقى القبطان في الرحلة اللي جاية. وبتيجي لوري وهي حبيبة نيك وبتاخده وبترقص معاه، وبيوصلوا مارشال واشلاند للحفلة، وبيبقى اشلاند متضايق علشان هيسيب قيادة السفينة خلاص. وفي الوقت ده بتبقى سفينة الأشباح بتقرب للسفينة السياحية وقربت إنها تخبط فيها، وبيحاول طاقم السفينة إنهم يتفادوا الاصطدام ولكنهم مش بيقدروا، وبيحصل الاصطدام وبتتقسم السفينة وبتغرق باللي فيها. وتاني يوم بنشوف قارب نجاة عليه الناس نجوا، وهما مارشال وزوجته وأولاده ونيك وحبيبته والكوميديان جاكي والراهبة مورجان. وفجأة بيلاقوا في المية القبطان أشلاند فبيسحبوه وهو فاقد الوعي، وبيشوفوا جنبهم سفينة وبيحاولوا انهم ينادوا على اللي فيها علشان ينقذوه، وبيشوفوا سلم على جنب السفينة فبيطلعوا عليه، وبيشيل نيك ومارشال القبطان أشلاند، ولكنهم وهم طالعين السلم بيتكسر بيهم وبيقعوا في البحر، وبيتفاجئوا بالسفينة بتستعد للإبحار وبترفع المرسى، فبيرموا لهم اللي طلعوا سلم فبيطلعوا عليه. وفجأة بيمسك خطاف من السفينة برجل جاكي وبيعلقوا في الهواء وبيغرقوا في البحر قبل ما يقدر أي حد إنه ينقذه، وبتتحرك السفينة. وبيدخل مارشال وعيلته وبيدوروا في السفينة وبيلاقوها كلها مهجورة والعناكب منتشرة في كل مكان. وفي نفس الوقت بيسمع القبطان أشلاند صوت باللغة الألمانية وبيشجعه لأنه يقوم ويبقى قبطان للسفينة، ولكنه مش بيقدر انه يتحرك. وفي الوقت ده كان نيك بيستكشف السفينة فبتضربه حديدة وبيقع وبيفقد الوعي. وبيوصلوا الباقي الأوضة في السفينة وبتقول لهم لوري إنها عرفت إنها سفينة ألمانية من اللغة المكتوبة على السفينة، وبتسمع لوري صوت موسيقى وبتلاقي اسطوانات شغالة فبتوقفها، ولكنها بترجع تشتغل تاني لوحدها فبتخاف وبتبعد. وبيدوروا وبيلاقوا ملابس على السفينة فبيلبسوها، وبيسمع القبطان أشلاند نفس الصوت بيقول له إن سفينته مستنياه وإنه لازم يقوم ويستلم القيادة، ولكنه مش بيقدر إنه يقوم. وبيسمعوا أصوات وحركة في السفينة وبيبقوا مش عارفين إيه مصدرها، وفجأة بيتقفل عليهم باب الأوضة، ولكن نيك بيفوق وبيفتح لهم الباب، وبياخد مارشال نيك وبيستكشفوا السفينة. وبيقول مارشال لنيك إن السفينة وكأنها بتقود نفسها ولا إيه، وبيروحوا لكابينة القيادة في الوقت اللي بيسمع فيه أشلاند نفس الصوت بيفوقه وبيقول له لازم إنه يقوم لأنهم هيستولوا على سفينته. وبيحاول أشلاند إنه يقوم فبتمنعه الراهبة مورجان وبتقول له إنه تعبان ولازم إنه يستريح، فبيرجع ينام. وفي كابينة القيادة بيكتشف مارشال إن السفينة بتدور في دوائر في المحيط الأطلنطي، وإن السفينة عمرها أكتر من 40 سنة وإنها من أيام الحرب العالمية. وفجأة بيسمعوا النساء والأطفال صوت موسيقى وكلام، فبيروحوا يستكشفوا هي جاية منين. في الوقت ده بينزل نيك ومارشال لغرفة المحركات وبيكتشفوا إن الوقود على المستوى صفر وإن المحركات على وشك الانفجار، وبيجروا علشان يجيبوا الباقي ويهربوا بيهم على قوارب النجاة. في الوقت اللي بيكتشفوا لوري ومارجريت والأولاد أوضة السينما في السفينة فبيفرحوا وبيقعدوا يتفرجوا على الفيلم المعروض. وفي الوقت ده بتبقى مورجان بتعمل كمادات للقبطان فبتشوف برطمان مليان حلويات فبتاخد منها وبتاكلها. وفي الوقت ده بيجي لها بين وبياخدها علشان تتفرج معاهم على الفيلم فبتروح معاه. وبيطلع مارشال ونيك وبيتأكدوا ان قوارب النجاة شغالة، ولما بيتأكدوا بيروحوا علشان يجيبوا الباقيين اللي بيبقوا وقتها بيتفرجوا على الفيلم وهم مبسوطين. وفجأة بيقف الفيلم وبيتفتح النور وبتصرخ روبن وبتجري لما بتشوف وش مورجان المشوه والمتآكل، فبتجري لوري ورا روبن وبترجع مورجان لأوضة القبطان وهي بتتعذب من كتر الألم. وبيقوم القبطان فبتروح له وبتطلب منه انه يساعدها، وبيسمع القبطان نفس الصوت وهو بيأمر انه يقتلها ويريحها من عذابها، وبيقول له ان القتل مفيش اسهل منه فبيخنقها وبيموتها. وبتوصل روبن لباباها وبتترجاه انهم يمشوا من السفينه المرعبه دي، وبتوصل وراها لوري وبتقول لهم وهي منهاره ان مورجان حصل لها تشوه بشع، فبيجري مارشال علشان يشوفها فبينصدم لما بيلاقيها مقتوله.
وبيتفاجئ بالقبطان اشلاند وهو واقف بصحة كويسة، وبيقول له انها ماتت وانها ما حستش بالألم، وبيطلب منه انه يجهز ليها مراسم الدفن في البحر. وبيجهزوا المراسم وبيبدأ مارشال في الدعاء ليها، ولكن بيقاطعه اشلاند وبيقول له ان هو القبطان وان هو اللي هيعمل مراسم الدفن. فبيوافق مارشال وهو مستغرب، وبعدها بيرموا مورجان في البحر. وبيتفاجئوا بعدها بان قوارب النجاة بتنزل لوحدها في المية، فبتقول مارجريت ان السفينة دي ملعونة وكان في جن عاوز يموتهم. فبيبتسم اشلاند وبيروح اشلاند وبيلبس بدلة قبطان السفينة، وبنعرف ان روح قبطان السفينة الشبح امتلكته، وبينادي على مارشال. فبيتفاجئ مارشال بشكل القبطان وبيطلع معاه لكابينة القيادة، وبيعرف اشلاند مارشال على اجهزة القيادة، وبيسأل اشلاند عن رأي مارشال في كرسي القيادة بتاعه وقد ايه هو مريح بالنسبة للرحلات الطويلة. فبيقول له مارشال ولكن ده كرسي القبطان. فبيقول له اشلاند ان هو قبطان السفينة وان دي هي سفينته ومحدش هيقدر انه ياخدها منه، وبيتحداه انه يقدر يدور عجلة القيادة. فبيحاول مارشال انه يحرك عجلة القيادة ولكنها مش بتتحرك، فبيحركها اشلاند بسهولة. وبعدها بيطلب اشلاند من السفينة انها تتحرك للامام باقصى سرعة، وبيقعد على كرسي القيادة. فبيسأله مارشال عن المكان اللي هتوجهه ليه، فبيقول له اشلاند انهم رايحين للخلود. فبيخاف مارشال. وبالليل بتحاول مارجريت انها تهدي بنتها روبن وتنيمها، وبتوعدها انهم هيسيبوا السفينة تاني يوم. ولما بتنام روبن بيجي مارشال وبيقول لزوجته ان اشلاند اتجنن وفاكر نفسه قبطان الماني، وبيقول لها ان السفينه سيطرت عليه وانه بقى مش طبيعي. بيقول لها انها تهتم بنفسها وبالاولاد. وبتبقى لوري خايفه، فبتقول لنيك انها محتاجه تاخد حمام علشان ترتاح. ولما بتدخل الحمام بتتفاجئ بان المايه اتحولت لدم، فبتصرخ وبتحاول انها تخرج من الحمام ولكن الباب مش بيرضى انه يفتح. وبيحاول نيك انه يفتحها ولكنه مش بيقدر، فبيروح وبينادي على مارشال علشان يساعده. وفي نفس الوقت بيصحى بينه وبيطلب من اخته انها تروح معاه للحمام. فبيروحوا للحمام ولكنهم وهم راجعين بيتوهوا، وبيجري بين منها وبينزل لغرفه المحركات. فبتنزل وراه وبتسمع اصوات مزعجه كتير، فبتخاف روبن وبتجري. وفي الوقت ده بيصحى مارشال وبيدور على اولاده ولكنه مش بيلاقيهم، فبيتجنن وبيجري يدور عليهم. وفي نفس اللحظه بيمسك اشلاند بين وروبن وبيرجعهم لباباهم وبيختفي. فبيرجعهم مارشال لاوضتهم، ووقتها بيجيله نيك وهو منهار وبيطلب مساعدته. ولكنه لما بيرجع لاوضه لوري بيتفاجئ بان باب الحمام مفتوح وان مفيش اثر للدم او للوري. وبيشوفوا اشلاند وهو شايل لوري الغرقانه بالدم وبيرميها في البحر. فبيقول مارشال لنيك ان اشلاند اتجنن وانهم لازم انهم يمنعوه من انه يقتل حد تاني. وبيجروا وبيدوروا عليه وبيشوفوه وبيجروا وراه في طرقات السفينه لغايه لما بيلاقوه بيدخل اوضه، فبيجروا عليها ولكنه مش بيكون فيها. وبيلاقوا ان دي اوضه القبطان وانها مليانه بشعارات النازيه وفيها صوره لهتلر. فبيخافوا وبيروحوا لاوضه تانيه وبيلاقوها شبه العياده. وبيفتح مارشال الادراج وبيلاقي اسنان ذهبيه كتير وساعات. وبيكتشفوا ان الاوضه دي كانوا بيستخدموها النازيين في تعذيب اعدائهم واستجوابهم. وبيروحوا الاوضه جنبها فبيلاقوا هياكل المساجين المربوطين بالحديد والغرقانين في براميل الميه. وفجاه بيسمع نيك صوت صراخهم وبيحس بعذابه ومش بيقدر انه يستحمل الصوت، فبيصرخ من الالم. وبياخدوا مارشال وبيخرجوا بعيد عن الاوضه بتاعت التعذيب دي. فبيدخلوا لأوضة السينما وبيشتغل فيلم عن هتلر. فبيتعصبوا وبيحاول مارشال انه يوقف العرض ولكن الآلة مش بترضى انها توقف. وبيقطع نيك شاشة العرض ولكنه كل ما بيقطع شاشة بتظهر واحدة تانية وراها. فبيكسر مارشال آلة العرض ولكن الصوت والصورة مش بيوقفوا. وبيتعذب مارشال من الأصوات اللي بيسمعها، وبيحاول نيك انه يبعد عن الأصوات ولكنه بيبقى متحاصر. وفجأة بيشوف قدامه القبطان أشلاند فبيجري عليه علشان يضربه، ولكنه بيلاقي نفسه بيقع في غرفة الصيد اللي في نص السفينة. وبيصرخ وبيحاول انه يخرج منها ولكنه مش بيقدر. فبيمسك في السلاسل، فبيرفع أشلاند السلاسل المربوطة في شبكة. وبيتفاجئ نيك بانه وسط بحر من مئات الهياكل من الجثث. فبيصرخ بكل العذاب والوجع وبيموت من كتر الصدمة. فبيرمي أشلاند الشبكة وبتقع تاني في المية وبتاخد معاها جثة نيك. وبيروح أشلاند المارشال اللي مش مستحمل الأصوات اللي بيسمعها جوه عقله، وبيلاقي قدامه أشلاند بيقول له إن السفينة دي عايشة وبتتغذى، وبيقول له إن غذائها هو دم البشر. وبيأمره إنه يقتل زوجته وأولاده. وعلشان يتخلص مارشال من الصوت بيمسك السكينة اللي قدامه وبيضرب بيها أشلاند في بطنه وبيقتله. وفي الوقت ده بتقف السفينة وبيجري مارشال على زوجته واولاده وبيقول لها انهم لازم يمشوا من السفينه الملعونه دي حالا. فبتساله ازاي نهرب وكل قوارب النجاه ضاعت في البحر. فبيقول لها ان اكيد مخزن السفينه فيه قوارب مطاطيه. وبينزلوا لمخزن السفينه وبيلاقي فيها ثلاجات مليانه جثث طيارين وبحاره.
فبتنصدم مارجريت وبيقول لها مارشال انها تبعد الاطفال عن المنظر الرهيب ده. وبيدخل مارشال وبيدور في التلاجة بين الجثث وبيلاقي شواكة النجاة اللي لابسينها الطيارين، فبياخدها منهم وبيديها لزوجته واولاده وبيطلب منهم انهم يلبسوها ما يقلعوهاش. وبيرجع يدور على اي قوارب، وفي الوقت ده تشتغل السفينة تاني وبنتفاجئ بان اشلاند لسه عايش. وبيلاقي مارشال قارب للنجاة من المطاط وبيطلع لسطح السفينة هو وأسرته، وبيرمي مرسى السفينة علشان يوقفها وبينفخ القارب المطاط. ولكنهم قبل ما ينطوا من السفينة بيظهر أشلاند ومعاه بندقيته وبيضرب عليهم نار، وبيقول لهم إنه مش هيسمح لأي حد إنه يهرب من سفينته. وبيقول مارشال لزوجته إنها هتروح مع الأولاد ويرموا القارب في المية، وبيروح علشان يعطل أشلاند، ولكن أشلاند بيضربه وبيكسر إيده بالبندقية وبيضربه على دماغه فبيفقدوا الوعي. وفي الوقت ده بتقدر مارجريت إنها ترمي القارب وأولادها في المية، ولكنها قبل ما بتنط لهم بيمسكها أشلاند وبيقول لها إنه مش هيسيبهم غير وهم مفرومين، وبيحبسها في مخزن السفينة. وفي الوقت ده بتنطلق أصوات تحذير في السفينة من إنهم شافوا العدو، وده زي ما حصل في أول الفيلم لما شافوا السفينة السياحية وبتشد السفينة المرساة علشان تتحرك. وبيفوق مارشال وبيجري على البحر وبيلاقي اولاده في القارب وبيسالهم عن مامتهم اللي بتكون قدرت انها تفتح باب المخزن وتخرج. وبياخدها مارشال وبينطوا من على السفينه وبيروحوا وبيركبوا القارب. فبيتجنن اشلاند لما بيشوفهم بيهربوا وبيحاول انه يوجه السفينه ناحيتهم، ولكن السفينه بتعارضه لانها بتبقى عاوزه تروح للسفينه التانيه اللي شافتها. فبيتعصب اشلاند وبيضرب النار على الاجهزه بجنون، وهو بيقول لهم ان هو القبطان بتاعهم وانهم لازم يسمعوا كلامه. وفي الوقت ده بيحاول مارشال وزوجته انهم يجدفوا بعيد عن السفينه بكل قوتهم، وبينزل اشلاند للمحركات وبيضرب عليها نار علشان تقف. فبتتعصب السفينة وبتزقه فبيقع تحت المحركات وبتفرم قطع هو. وبيفرح مارشال لما بيلاقي ان السفينة ماشية في اتجاه بعيد عنهم، وفي نفس الوقت بتظهر هليكوبتر بتكون بتدور على اي ناجيين من حادثة السفينة السياحية. والحكاية بتنتهي وهم بينادوا وبيشاوروا للهليكوبتر اللي بتشوفهم، واخيرا بينقذهم وبينجوا. وفي الوقت ده بنشوف سفينة الاشباح وهي رايحة بكل قوتها علشان تضرب وتغرق سفينة تاني، لكن مش هنقدر نعرف حصل ايه مع السفينة التانية لان فيلمنا خلص، لكن افلامنا لسه ما خلصتش. لو عجبك دوس لايك، ولو حابب تشوف اكتر اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل اشعار لكل فيديو جديد بنعمله. وقول لنا لو حابب نوعية الافلام دي نكتر منها. سلام.